للجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران بعدد من سيارات الجيش والشرطة، وكانوا قد قاموا بقطع الطريق أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على أحداث كنيسة الماريناب. هذا وقد وردنا الآن في نبأ عاجل أن واحدا من جنود القوات المسلحة قد استشهد وأصيب 20 آخرون بعد أن أطلق المتظاهرون الأقباط النار عليهم أمام مبنى ماسبيرو. ولازال رجال الدفاع المدني يقوموا بدورهم في إطفاء الحرائق المشتعلة في جنبات وبجوار مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.